السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت حابب أتكلم معاكم في موضوع أنا شايفه مهم جدا، وهو يعني إخواتنا الزملكاوية والأهلاوية الاتنين مع بعض. دلوقتي أنا نفسي إن كل واحد من جمهور الفرقتين يبقى في حاله شوية. يعني مثلا الأهلاوي يشجع الأهلي وعلى دماغنا من فوق، والزملكاوي يشجع الأهلي وعلى دماغنا من فوق، والزملكاوي يشجع الزمالك معلش وعلى دماغنا من فوق. تمام. فإيه يعني ملقاش مثلا الأهلي لاعب سموحة فالأهلي اتغلب، الاقي جمهور الزمالك كله يطلع يقول ايه كل ملوحة وانسى اللي حصل من سموحة. وبرضه نفس النظام، جمهور الأهلي الزمالك يتغلب أو يتعادل يطلع يحفل عليه. فطبعا الموضوع ده زاد عن حدته، بقى موضوع بايخ جدا جدا جدا، واهتمنا بيه زيادة عن اللزوم. ونصيحة طبعا، يعني نصيحة مخصصة لاخواتي الزملكاوية. يعني يعني انت كزملكاوي بلاش تحفل على الاهلي. يعني الطبيعي بتاعك ان انت ما تحفلش على الاهلي. يعني النادي الاهلي اكتر فريق واخد الدوري، واكتر فريق واخد الكاس، وواخد السوبر، وواخد دوري الابطال، ومشارك في كاس العالم للانديه، اكتر فريق مشارك في كاس العالم للانديه في العالم. يعني انا مش فاهم انت بتجادله وبتحاول تقارن نفسك بيه ازاي؟ مع الاحترام يعني، انا كزملكاوي ببقى لما بتكلم مع واحد اهلاوي ببقى عارف هو راجل واصل لليفل عالي جدا، ما ينفعش اخش معاه في مقارنه. يعني اسمع ناس تانية تقول لك ايه لا ده حكام ومش بالحكام وكده. احب اقول لك ان النادي الاهلي اخر 4 سنين من دوري الابطال بالفار تمام، وصل للنهائي 4 مرات، وصل للنهائي، خد 2 منهم، واحدة على حسابك، واتغلب واحدة بفضيحة من الوداد، بفضيحة طبعا تحكيمية وتنظيمية وكل حاجة. والجملة الشهيرة الكابتن محمود الخطيب اتس نوت فير، مفيش عدل طبعا. واتغلب واحدة من الترجي، وساعتها كان الترجي سكواد عالي جدا جدا جدا. فبالنسبة للناس اللي بتقول تحكيم ومش تحكيم، أحب أقول لك إن إحنا السنة اللي فاتت الدوري بتاعنا أكتر فريق محسوب له ضربات جزاء. هل كده إحنا أخدنا الدوري بالتحكيم؟ طبعا لأ. كل ماتش وله ظروفه وكل لعيبة، يعني النادي الأهلي بينزل بيلعب الفريق اللي قدامه بيلعبوا في ال 18 طول الوقت. فأكيد اللعيبة هتغلط، وأكيد اللعيبة هتعمل فاولات، وأكيد هيبقى ليه فاولات كتير، وأكيد يعني إحنا إيه نحاول كل فريق، كل جمهور يبقى مع فريقه ويشجع الفريق اللي بيحبه وملوش دعوة بالتاني. ونهتم بقى بمنتخب مصر شوية، لأننا شفنا منتخب المغرب عمل إيه في المونديال، وشفنا قمة العظمة اللي قدموها. وطبعا إحنا متأخرين جامد، وإحنا بالنسبة لنا أكتر دولة فيها مواهب، بس أكتر دولة فيها واسطة ومحسوبية ورشاوي والواد اللي بيبقى لعيب يا عيني رايح الاختبارات اللي بيبقى كويس بيطلعوه وبيمشوه ويدخلوا واحد على حسابه دافع فلوس وجايب واسطة وحاجة في منتهى الظلم. عشان كده احنا هنفضل طبعا ما نتقدمش في الكورة خالص، ولا نقدم أي حاجة للمنتخب بعد جيل أبو تريكة ومتعب وعمرو زكي. ما عادش هنشوف منتخب مصر تاني.